شكرا لحضرتك اللي بعدها. شكرا. احنا متعودين على الحاجات دي. لا دكتور انا اول مره اتكلم وانا بحترم نفسي بحترم نفسي. مسكوا في بعض قدام الجمهور، واشرف زكي طردها وقال لها كنت خليكي ساكته احسن. الفنانه عنبر في ورطه بسبب كلامها عن نقابه المهن التمثيليه. ازاي اشرف زكي احرجها قدام الجمهور؟ وهل فعلا هي غلطت في اللي قالته؟ تعالوا نقول لكم ايه الحكايه. مين فينا مش فاكر الفنانه عنبر اللي ليها مسيره فنيه طويله في الدراما والسينما، وعلى الرغم من انها ملهاش دور بطوله لكن ليها ادوار كتيره معلقه مع الجمهور. على الرغم من كده هي ما اخدتش فرصتها في الساحه الفنيه، والدليل على كده انه اخر عمل ليها كان من 4 سنين في مسلسل مع الزعيم عادل امام، ومن بعدها ما ظهرتش تاني لحد ما جات لها الفرصه انها ترجع من تاني في مسلسل جديد بدور جديد، لكن الدور ما كانش عاجبها، وده لانها كانت بتقول فيه كلمتين بس. وفي وسط المؤتمر اللي كان متواجد فيه نقيب المهن التمثيليه والشركه المنتجه للمسلسل، عنبر خرجت وقالت انا عملت ادوار كتير صغيره وما عنديش مشكله اني اعمل مشهد ماستر سين، لكن هل معقول بعد سنين الخبره دي كلها اخرج في مشهد واقول كلمتين بس؟ دي حاجه ما تليقش بيا. الكلام ده خلى اشرف زكي يخرج عن صمته وانفعل قدام الحضور كلهم ومسك المايك وقال لها انت ايه اللي بتقوليه ده؟ وليه بتقولي الوحش ومش بتقولي الحلو؟ ليه ما ذكرتيش انك كلمتيني من ايام تشكريني على الدور ده، وانك مبسوطه علشان هترجعي من تاني تمثلي، وانك كنتي مستنيه فرصه زي دي؟ على العموم وقتك خلص، اتفضلي انزلي من على المسرح واللي بعدك يطلع ويتكلم. عنبر كانت واقفه ومش عارفه ترد عليه، وحاولت انها تبرر موقفها لكنه رفض تماما انه يسمعها، ومرضيش حتى يديها فرصه تصلح اللي هي عملته. فيديوهات المؤتمر انتشرت وعنبر اتصدرت لترند. الجمهور بعد ما شاف الفيديو اتقسم لرأيين، في اللي دافع عن عنبر وشاف انه رد فعل اشرف زكي كان مبالغ فيه، وانه كان ممكن يديها فرصه لما تنهي كلامها الاول ويشوف هي كانت هتقول ايه وبعدين يعاتبها. وفي اللي دافع عن اشرف زكي وقال ان اللي عملته عنبر ما ينفعش، خاصه انه اكيد الفرصه دي جات لها بعد سنين من القعده في البيت، ولولا اشرف زكي ما كانتش رجعت ظهرت من تاني على الشاشه، وانها كانت المفروض تبدا كلامها بتوجيه الشكر ليه وللنقابه وبعدين تتكلم عن حجم الدور وانها متضايقه منه. دلوقتي جه دوركم تقولوا لنا شايفين اللي عملته عنبر ده صح ولا لا؟ وهل فعلا رد فعل اشرف زكي كان مبالغ فيه؟ شاركونا رايكم في الكومنتات.